السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بينا نعمل خبز صحي جدا وحلو جدا للناس اللي بتعمل دايت او عايز تغير اسلوب حياتها. هنستخدم كوبايتين من دقيق الحبة الكاملة اللي انتوا شفتوه ده، شوية ملح، حوالي 3 معالق زيت زيتون، ومعلقة ونص خميرة، وشويه ميه دافيه. الموضوع فعلا مش محتاج العجان اللي انا بعمله ده، انت ممكن تلميهم بايدك، ما بياخدش منك 3 دقايق كده بالظبط، مش محتاج عجن كتير زي الدقيق التاني. هنحاول نلم المكونات كده كلها مع بعض. تقدر تعملي طبعا تزودي الكميه زي ما انت عايزه، بس العيش في الاخر بيطلع حلو جدا جدا جدا. اللي هو هتبدلي دايما العيش اللي انت بتاكليه بعيش صحي وانت حابه طعمه جامد. بص اتلمت معايا العجينه كده، هسيبها ترتاح شويه وبعدين اطلعها وابدا افردها واقطع الحجم اللي انا عايزاه من الرغيف. احنا نعمل عيش على البوتاجاز عادي من فوق، مش هنستخدم الفرن خالص. هعمل مثلا 4-5 رغيفه زي ما انت عايزه حجم الرغيف ذات نفسه، وتكوني رشه شويه دقيق برضو من دقيق الحبه الكامله اللي احنا استخدمناه ده عشان نفرد عليه رغيف رغيف كده مع بعض. هنكوره ونحاول نفرده. انا الحقيقه كنت بصور بنفس الايد التانية فما كنتش متمكنه قوي من تظبيط الشكل عموما، بس في الاخر النتيجه عجبتني جدا. يعني دي كان اول مره اعملها وقلت هصورها ولو عجبتني هفضل استخدمها على طول، وبالفعل عملتها وجربت كذا طريقه كمان تانية هبقى انزل لكم بيها بالترتيب. كده انا فردت رغيف ما يبقاش سمكه تخين، يا دوبك سمكه رفيع كده، ونحطه على طاسه. الاول طاسه كانت نارها عاليه وبعدين وطيت النار عشان العيش يستوي كويس. اول ما يبدا ينشف كده من الحراف ابدا اقلبه، وممكن افضل اطبطب عليه كده بالمعلقه عشان ينفش. هو ممكن ما ينفش معاكي قوي لانه ما فيهوش محسنات ولا الحاجات التانية كتير اللي بتبقى موجوده في العيش بره، بس انتي بتفتحيه وتقدري تفتحيه وتحشيه من النص جوه عادي جدا وطعمه حلو جدا. بصوا ده كده شكل الرغيف، حاجه كده قمر. اوعدكم انه مش هياخد منكم وقت، هتحبوا طعمه جدا. كل وقته بيتاخد في التسويه لا اكثر ولا اقل. شايفين شكل العيش مغري ان انتي تاكلي منه. بألف هنا وشفا على كل يجربه. فضلا ما تنسيش اللايك والكومنت لو عجبك الفيديو، والاشتراك لكل الجداد في القناه. مع الف سلامه يا حلوين، في حفظ الله.